السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا الجميل، نزل مؤخرا في السينما فيلم مولانا للكاتب ابراهيم عيسى. قبل ما اعلق على الفيلم يا جماعة، انا عايز اتكلم عن موقع فيلم مولانا من الاعراب. الفيلم الرسالة بتاعته بتقول ان كل رجال الدين اللي موجودين دلوقتي، سواء زهرة، سواء دعاة جدد زي استاذ مصطفى حسني او دكتور عمرو خالد، او سواء دعاة قدامى زي المشايخ والعلماء، كل دول شيوخ بنكنوت، تجار دين، كل دول علماء سلطة. انت جبت الكلام ده منين؟ حرام عليك، ده راجل بيتكلم عن داعية واحد بس وحش. ما هو يا جماعة هي دي اسمها حرب التعميم، ان هو يجيب نموذج وحش وما يجيبش قصاده النموذج الحلو، ان هو يعمل فيلم عن النموذج الوحش وما يعملش فيلم عن النموذج الحلو، فبيؤدي ده للتعميم. يعني ايه التعميم؟ في داعية وحش اذا كله كده. زي بالظبط اسلام البحيري والمنهج بتاعه، ان في غلطة في كتاب من كتب التراث يبقى كل كتب التراث لازم تتحرق. طيب هو ده اول فيلم في السينما المصرية بيتعمل عشان يقول ان رجال الدين كلهم وحشين وكلهم ما ينفعوش وهم سبب الخراب اللي احنا فيه؟ لا، مش اول فيلم. تعالوا يا جماعة عبر عشرات السنين، فيلم الارهابي اللي كان بيتكلم او بيسخر من الجهاديين ومن السلفيين. بعد كده فيلم طيور الظلام اللي كان بيسخر من اخوان المسلمين. فيلم مولانا اللي بيسخر من الدعاة الازهريين ومن الدعاة الجدد. فيلم القرموطي في ارض النار اللي بيسخر من الجهاديين حتى الجهاد السوري. تمثيلية العائلة اللي بتسخر من كل الجماعات الاسلامية. تمثيلية الداعية اللي بتسخر من الدعاة الجدد. تمثيلية الستات قادرة اللي بتسخر من الدعاة الجدد. تمثيلية الخواجة عبد القادر اللي بتسخر من السلفيين. حاجات كتير جدا 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 جدا. تمثيليه الجماعه اللي بتسخر من الاخوان المسلمين. يعني ايه؟ يعني ما فيش حد اتساب يا اخواني. يعني لو نموذج وحش كنا نقول الباقي عندهم حلو، انما ده ما سابوش حد. طب انا عايز اقول لكم للي بيقول ده بيحاربوا التطرف بس، طب ناخد ديننا منين؟ انا اخد ديني منين؟ انا كشاب اخد ديني منين؟ ده ما سابوش حد. طب يمكن الشيوخ بتوع مصر كلهم وحشين، طب ناخد من شيوخ الخليج والشيوخ السعوديه نزلوا فيهم فيلم برضه. طب ناخد من علماء الازهر نزلوا فيهم اكتر من فيلم برضه من عشرات السنين. يبقى الرساله اللي هم عايزين يوصلوها ان كله كده، كله ارهابي، كله شيوخ بنكنوت، كله تجار دين، كله علماء سلطه، كل الخراب اللي في المجتمع والكراهيه والنار هم السبب فيها يا جماعه. يا شباب دي خطه، اوعوا تفتكروا ان دي عشوائيه او ارتجاليه، دي خطه يا جماعه. السينما بتاعتنا من عشرات السنين عملت عشرات ومئات الافلام اللي بتتعرض لنفس الموضوع، تشويه صوره راجل الدين من حيث نشعر او لا نشعر. هوليوود عملت الى الان، الى اللحظه اللي بكلمكم فيها، اكتر من 1000 فيلم عن تشويه صوره الاسلام. يعني كل حوالي 50-60 يوم هوليوود بتنزل فيلم بيحطم صوره الاسلام في العالم برسائل لا شعوريه محدش بيحس بيها، والناس بتأزأز قدام الكاميرا وقدام الشاشة بيوصل لهم رسائل في اللاوعي بتاعهم ان الدين ده دين وحش. طيب انا عايز اكلمكم في المقطع ده عن اصل الحكاية. ايه اصل الحكاية؟ اصل الحكاية المنظومة اللي احنا فيها دي اصل، عشان نقول موقع الفيلم من الاعراب، وموقع الاستاذ ابراهيم عيسى نفسه من الاعراب، وموقع الاعلام بتاعنا من الاعراب. اصل الحكاية قالوا جورج بوش ايام 11 سبتمبر وهو بيجهز الاساطيل بتاعته لضرب افغانستان ولضرب العراق، قال، شوفوا كلمة من اخطر ما تكون، قال انها حرب لايف ستايل. يعني ايه حرب لايف ستايل؟ رايح تموت الناس وتقول حرب لايف ستايل؟ ايوه يا جماعه، هو قصده ايه؟ قصده انها حرب ما بين لايف ستايل غربيه بتؤمن بالحريه، حريه عشان ما تتخدعوش بجمال الكلمه الظاهري، حريه العري، حريه الجنس، حريه الزنا، حريه شتم الاديان، حريه التمرد على كل شيء، بتؤمن بحريه ان الناس تحكم نفسها حتى لو ضربوا بكلام ربنا وحكم ربنا عرض الحائط. ربنا عند الغرب عامل زي ملكه بريطانيا، تملك ولا تحكم. وبين لايف ستايل تاني مرتبط نفسيا بزمان العزه اللي كان ايام الحضاره الاسلاميه. فهمتوا يعني ايه حرب لايف ستايل؟ يعني الكلمه الخطيره اللي فوكوياما قالها، قال انها صراع حضارات. رد عليه ناس من الغرب باخطر كلمه سمعتها عن حياتي بتلخص اللي الغرب بيعملوا معانا. قالوا له مش صراع حضارات، قالوا له انها محاوله فرض حضاره على حضاره، وكل ما يحدث في امه الاسلام انما هو رد فعل. يعني ايه فرض حضاره على حضاره؟ كلمه جباره لخصت كل اللي بيحصل. يعني تخيلوا يا اخوانا، احنا رحنا باريس، قلنا احنا عايزين نغير اللايف ستايل بتاع باريس. الستات بتوع باريس هيلبسوا جلابيه الفلاحه، ورجاله باريس هيسكنوا في اكواخ زي اوغندا ووسط افريقيا، وباريس هتنتقل من بلد صناعيه لبلد زراعيه. ده مستحيل. هو ده اللي عايزين يعملوه، ان دلوقتي اللايف ستايل بتاعتهم عايزين يفرضوها علينا. ازاي؟ ده اللايف ستايل بتاعتهم عري وزنا وخمره وتنحيه للاديان ولايف وبراجماتيه، مفيش مبادئ دينيه ازاي؟ ده مستحيل. لا، هم قالوا ده مش مستحيل لان ده الحل الوحيد عندهم.
الخطوه الاولى كانت الاستعمار عشان فرض جزء من اللايف ستايل بتاعتهم بالقوه وبالقهر. بعد كده لقوا ان في رد فعل لفرض الحضاره بتاعتهم طلع اسمه التيار الاسلامي. التيار الاسلامي المكون من الدعاء والشيوخ والعلماء والتيارات الاسلاميه. قال لك نعمل معاهم ايه؟ مفيش غير الاعلام. ليه؟ الاعلام نجح انه ينقل مصر في 30 سنه من الملايه اللف والبيشه لكل ستات مصر للميني جيب والميكرو جيب في كل مدن مصر. يبقى الاعلام طاقه جباره. عرفوا ان الاعلام هو اللي هيحقق لهم معظم الخطه بتاعتهم، وهو اللي هيقاوم رد الفعل بتاع فرض الحضاره بتاعتهم اللي اسمه التيار الاسلامي. اذا اللي بيعمله فيلم مولانا واللي بتعمله الافلام والتمثيلات الثانيه ما هو الا جزء من الخطه الغربيه، سواء قصدوا او ما قصدوش. ما بقولش ان ابراهيم عيسى قاصد، ما بقولش ان اسلام البحيري قاصد، ما بقولش ان روايه بحر الدم رحله الدم قاصده، انما بقصد او بدون قصد هم بينفذوا الخطه الغربيه لمحو اللايف ستايل الاسلاميه من نفسيه الناس وزراعه مكانها شو لللايف ستايل الغربيه. يوم ما يجوا يضربونا زي ما ضربوا العراق وسوريا وفلسطين هيلاقوا الناس بيقولوا لهم اهلا وسهلا، ده احنا مستنيينكم من زمان. فهمتوا يا جماعه الموضوع؟ اصل الحكايه بتاعته ايه؟ طب اصل الحكايه بتاعت الاعلام ايه؟ الاعلام ده تعريفه انه رسائل في اللا شعور، رسائل في اللاوعي، من غير ما تحس كده وانت قاعد تتأذى اللي قدام الشاشه قاعدين يقولوا لك رسائل. السينما المصريه نقلت مصر من البيشه والملايه اللف للميني جيب من غير ما حد يحس ومن غير ما يقولوا لهم اقلعوا الحجاب. بيجيبوا لك الستايل بتاع البنت المتحضره اللي الكل بيحبها وبتاخد كل المراكز، انت لوحدك بتلاقي نفسك لا شعوريا بقيت ورا النموذج ده. الاعلام الامريكي غير صوره العالم كله عن الرجل الامريكي القوي الذي لا يقهر. يبقى ده اصل حكايه الاعلام. طب الخطه بتاعتهم لخصها الغرب في كلمه واحده اسمها التنميط. يعني ايه التنميط؟ التنميط ده الفيلم بتوع هوليوود في ضرب الاسلام بيتبعوا نفس المبدا. يجيبوا نموذج قبيح قوي 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 زي اللي عادل الامام عمله في فيلم الارهابي، نموذج قبيح ملوش دعوه بالواقع اصلا، ولا له دعوه باخوك الملتزم، ولا له دعوه بوالدتك المنقبه، ولا له دعوه بالكلام ده اصلا، قبيح جدا جدا جدا، ويقوم عامل فيلم عليه. طيب الناس مش هتصدق الفيلم اللي بعده عليه، الناس مش هتصدق الفيلم اللي بعده عليه، والفيلم اللي بعده عليه، والفيلم اللي بعده عليه. بعد 1000 فيلم بقى كل العالم لا يرى حتى المجتمع المسلم ان الملتزم صوره غير دي، اسمها التنميط. يبقى اذا الغرب حط خطه، حدد الهدف فيها وهو فرض الحضاره بتاعته علينا، وحدد العدو بتاعه فيها وهو التيار الاسلامي انا وانتم، وحدد الوسيله بتاعته فيها وهو الاعلام اللي هيمهد له الطريق وهيخلي الناس تقبل اللايف ستايل بتاعتهم بكل حب. طيب كفايه بقى عم الشيخ نظريه المؤامره بتاعتكم دي، حرام عليكم. نظريه مؤامره من 10 سنين لو كنا رحنا لسوريا قلنا الواحد هناك احتمال مراتك يتفتح بطنها بسكينه ويطلع الجنين قدام عينك وبنتك تغتصب قدام عينك وبعد كده تتذبح. كان قال لنا كفايه نظريه المؤامره، بطلوا، حرام عليكم. مصر هي المحطه الاخيره في القطر بتاعهم، فوق يا جماعه، فوقهم. مش نظريه مؤامره ولا حاجه. النتيجه العمليه هي اوضح كلام على صدق اللي انا بقوله. النتيجه العمليه هي ان الاعلام الوقت مسخر بتاعنا لضرب الثوابت الدينيه. الحرب على الصحابه زي روايه رحله الدم لابراهيم عيسى، بيتكلم عن طلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص وعلي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب في روايه اسمها رحله الدم، اسمها القتله الاوائل. قصده ايه؟ بيسخر فيها من النبي عليه الصلاه والسلام نفسه. يعني انا لسه مخلص الروايه امبارح، بيسخر فيها من النبي عليه الصلاه والسلام نفسه. الروايه فيها حاجات ما تقدرش انك تقراها اصلا من كتر الصعوبه بتاعتها، وعامل الشعار بتاعها هي لله. الله هي لله يا استاذ ابراهيم. خدوا بالكم يا جماعه، ده نفس شعار اللي كان بيقتل سيدنا عثمان وهو بيطعنه، قاعد يطعن عثمان بن عفان الخليفه وبيقول هي لله. عشان بس يعني نقطه فاتته، ولكن يعني الله اعلم بنوايا كل واحد مننا. حرب على الصحابه، حرب على الدعاء والشيوخ وكل الطار الديني زي فيلم مولانا، حرب على الاسلام زي 1000 فيلم بتوع هوليوود، حرب على الائمه الاربعه زي اسلام البحيري وهو بيقول لك مين الشافعي ومين ابو حنيفه دول، حرب على البخاري ومسلم وعلى السنه. ولما نيجي نتكلم يا متطرفين، دول بيحاربوا التطرف مش بيحاربوا الدين. هو فضل ايه في الدين ما بيحاربوهوش؟ عشان كده يا شباب بقول لكم كلمه النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه، الا تجيبوه؟ انتوا ازاي ساكتين؟ المعركه دي كلها عشانكم انتوا يا شباب، المعركه دي كلها عشان تدمير عقيدتك انت وتدمير انتمائك انت لدينك. انتوا اللي الرد بتاعكم ابلغ مليون مره من رد واحد زيي ومن رد كل الدعاء وكل العلماء. انتوا اللي لازم تردهم. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول في مسند الامام احمد: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، اسمع، ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا، صححه ابن حبان، ليس منا، ما هوش من المسلمين اللي ما هوش عارف قيمه العلماء. ابن المبارك امير المؤمنين في الحديث رحمه الله كان بيقول: من استخف بالعلماء ذهبت اخرته. يعني ضاع مصيره اللي يستخف بقيمه العلماء في حياته وفي توجيهه الى الله. العلماء اللي بيسخروا منهم في الاعلام الوقت يا شباب، دول اللي
اتسجنوا عشان يوصلوا لكم الدين زي الامام احمد، دول اللي ماتوا في السجن عشان يوصلوا لكم الدين زي شيخ الاسلام ابن تيميه، دول اللي اتجلدوا عشان يوصلوا لكم الدين زي ابو حنيفه النعمان، ودول اللي باعوا خشب سقف بيتهم عشان يوصلوا لكم الدين زي الامام مالك، دول اللي اتنفوا من البلاد عشان يوصلوا لكم الدين زي العز بن عبد السلام. دول اخرتها معاهم ان احنا نشوفهم بيتشتموا ونسكت. الكلام النهائي اللي انا عايز اوصله لكم، موقع فيلم مولانا من الاعراب هو معطوف على 1000 فيلم قبله في حرب الدين وفي حرب الاسلام، ما هواش مبتدأ ولا هو خبر، ده معطوف على 1000 فيلم قبله. طب موقع الاستاذ ابراهيم عيسى من الاعراب هو جندي او واحد قصد او لم يقصد من جيش كبير جدا جدا جدا، كل واحد متوزع على التخصص بتاعه زي ما ربنا قال فهم يوزعون، متوزع على التخصص بتاعه في ضرب نقطة من نقاط الدين. في واحد متخصص في التراث وضرب الائمه الاربعه والبخاري ومسلم، في واحد متخصص في الصحابه، في واحد متخصص في رجال الدين الموجودين دلوقتي. هو واحد من جيش كبير بيحارب في الثوابت والمبادئ من غير ما يقصد او هو بيقصد. موقع الاعلام بتاعنا، والارجح ان هو ما يقصدش باذن الله، ولكن يعني هو ده اللي قدامنا. موقع الاعلام بتاعنا من الاعراب هو عربيه قطر، في قطر كبير ما هوش المقدمه بتاعتها. الاعلام بتاعنا يا جماعه ما هوش في ايد حد، ما هوش في ايد البلد نفسها. يعني ايه؟ هو بيشتم في التيار الاسلامي هتخرجوه من الانتماء؟ هو مش بيشتم في التيار الاسلامي بس، هو بيشتم في مصر كلها، زي فيلم عماره يعقوبيان، زي فيلم حين ميسره، زي فيلم دكان شحاته. هو الشعب المصري كله شواذ وكله علاقات جنسيه وزنا ما بين طالب في ابتدائي في اعدادي، وكله فساد وكله لا. يبقى اذا الاعلام العالمي بتاعنا اللي بيحركه هو المنظومه العالميه اللي الصهيونيه اصلا بتقودها، قصدوا او لا يقصدوا. طبعا مش كل الاعلام بتاعنا كده، في اعلام تاني بيحاول يوصل رساله، واحنا لازم نثبت الكلام ده. رساله في النهايه للاستاذ ابراهيم عيسى الكاتب الاعلامي، عايز اقول لك قد قالها الذين من قبلكم، زي ما ربنا قال. انت مش اول واحد تقول الكلام اللي انت بتقوله ده، ناس كتير قالوا قبلك، وناس كتير حاولوا يهدموا في الثوابت قبلك. ربنا بيقول قد قالها الذين من قبلكم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا، ربنا ما سابهمش. والذين ظلموا من هؤلاء اللي الوقت بيحاربوا الدين زي اسلافهم سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. اللي انت بتعمله ده يا بحسن نيه يا بسوء نيه. لو بحسن نيه بقول لك صلح عملك، لان النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. انت لو عايز تصلح ابنك مش هتذبحه قدام اصحابه، انت لو عايز تصلح اخوك مش هتفضحه قدام الجماهير، انت لو عايز تصلح حد دي مش طريقه اصلاح. ولو بسوء نيه ربنا مش هيرحمك، لا انت ولا اللي زيك. زي ما التاريخ رمى ناس كتير قوي حاولوا يضربوا في ثوابت الدين، اللي هيحاول يضرب في الثوابت دلوقتي هيحصلهم. عايز اقول لك لو انت بتعمل ده بسوء نيه ان لك موعدا لن تخلفه، زي ما ربنا قال شبابنا الجميل بناتنا السلسله دي لان احنا بنحبكم في الله، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الا تجيبوه. واحد صاحبي كان نايم جنبي كده من ايام واحنا مسافرين في دروس، بيقول لي انا كلمه الا تجيبوه بتتردد في صدري، بتطرقع في اذني وانا نايم. الا تجيبوه، دينكم بيتحارب يا شباب، ولازم تردوا، ولازم انتوا الكلمه تبقى الكلمه العليا ليكم في هذا الوقت. عملنا سلسله مولانا للرد على الحاجات اللي اتقالت في فيلم مولانا. انتم جنود المعركه دي، ده دينكم، ده لا دين الازهر ولا دين السلفيين، ده دينك انت. لو انت شفت واحد بيدوس على مصحف عمرك ما هتقولي هاتوا له واحد ازهري يرد عليه، انت هترد عليه. انتم اللي لازم تسمعوا الكلام ده وتردوا وتنشروه وتشيري المقطع ده. التشيير ده اقل حاجه انت تعمليها اصلا، انما الاكبر انك تدافع على دينك، وانت تدافع على دينك. قوموا بمهمتكم يا شباب، انتم جنود المعركه باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم، وبكره نتقابل باذن الله سبحانه وتعالى.